لازم بس لو في حد فتح المايك ممكن يقفله عشان بس التسجيل فيما بعد يكون. معلش جرب تفتح المايك كده تاني يا دكتور. دكتور معلش الصوت واقف عند حضرتك. هو انا بفتحه بس في حد بيبقى عنده كنترول ان هو بيقفله. اوكي خلاص ماشي اتفضل. الصوت كده تمام مظبوط. اتفضل تمام. هنخش على طول في الجزئيه المهمه بالنسبه لنا، وبعد كده ممكن نتكلم في الجزئيه الخاصه بالدورات اللي موجوده على المنصه مثلا. مجال السي ان سي يعتبر من افضل المجالات اللي موجوده دلوقتي، لان هي بتخدم على معظم الشغل الموجود وخصوصا شغل الاساس. فانا دلوقتي لو شغال على اي برنامج تصميم وحابب ان انا اعمل برمجه للشغل بتاعي، سواء بقى انا شغال في مجال الاساس او مجال الاخشاب او النجاره او اي مجال يخص الديكور نفسه، فبرنامج الارت كام هو واحد من البرامج المهمه جدا اللي لازم اي حد يدخل مجال لازم يعدي عليه في الاول. يعني ما ينفعش واحد يبقى شغال في مجال الاساس وما يعرفش يعني ايه ارت كام. يعني انا بعتبرها كارثه. ليه بقى؟ لانه مش شرط الارت كام او البرامج الموازيه ليها. يعني ليه؟ لان هو يعتبر هو السلم الاولاني اللي منه بتعرف يعني ايه اصلا مكنه، يعني ايه عدد، يعني ايه تشغيل، يعني ايه المكنه محتاجه ايه من التصميم عشان تعرف تديهوله. عشان كده لما بيجي واحد يقول لي يا باشمهندس انا لسه جديد في المجال، اتعلم برنامج الراينو؟ اقول له لا، لو انت لسه جديد خالص لازم تفهم الاول الارت كام وبعد كده اخش على الراينو. طب لو انا شغال على الارت كام ولو حتى 50 60%، بقول له خلاص ممكن تسكيب الباقي وتكمل في الراينو. طيب احنا هنتعلم ايه النهارده في الويبينار بتاعنا؟ الجزء اللي انا هقوله ده كله الحمد لله مشروح بالتفصيل في الكورس بشكل مفصل 2 دي و 3 دي في مده تقريبا 60 ساعه. طيب تعالى كده نبص. انا لما اجي افتح البرنامج لاول مره بيظهر لي الاعدادات دي، فبنختار من هنا نيو موديل وبختار من هنا مقاسات اللوح بتاعتي اللي هي 122 في 244. انا هتكلم بسرعه والهدف ان انا بس عايز اديكم اكبر قدر من المعلومات الممكنه، لكن في المحاضرات اللي موجوده على المنصه حاجه بشكل مفصل. في حد بيقول حاجه؟ لا شغال. هو تقريبا حد المايك مفتوح عنده بالغلط. مشغل المايك عندي يعني. أيوة تمام. فانا بفتح الاول الموديل اللي موجود عندي وبختار المقاسات اللوحه اللي عندي اللي هي 122 في 244. طيب تعالى كده نبص لغايه ما افتح ان تقريبا الجهاز تقيل في كذا حاجه شغاله يعني. فتعالى كده نبص على الواجهه بتاعتي. اصلا الواجهه بتاعتي اللي موجوده عباره عن ايه؟ البرنامج هو بالنسبه لنا جزئين او شقين، شق كاد وشق كام. الكاد المقصود بيه ان هو انا اقدر ارسم اي تصميم عليه، بس التصاميم اللي عليه محدوده شويه، يعني 2 دي و 3 دي في الحاجات الخاصه بالحاجات بتاعه الراوتر بس. اما لو انا عايز ارسم مثلا غرف نوم، الغرفه بقى نفسها، الدولاب، الكومود، السرير، الكابينتس، الحاجات اللي هي خاصه بالكنب والحاجات دي كلها، يبقى في التصميم الجزء ده خاص بمين؟ بالراينو. لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي انا بشتغل بيها بشكل عادي في شغل النجاره. نجار راح لي الورشه وقال لي يا باشمهندس انا عايز ارسم الفينش بتاع اوضه النوم دي، الدولاب والقطعه اللي هي تتثبت على الكومود والحاجات دي كلها، فانا بقدر ارسمها على الارت كام واقدر ان انا ابرمجها. طيب شق البرمجه ده هو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، لانه انا بعتبره من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون ملم بيها بشكل كبير جدا. لما اجي افتح كده الادوات الخاصه بالبرمجه دي، الواجهه 3 دي ودي الواجهه الخاصه بال 2 دي، فانا عندي هنا واجهتين. الجزء الخاص بالادوات اللي هنا دي كلها الفيكتور، البيت ماب، الريليف، كل ده خاص بالتصميم. نيجي هنا بقى على تول باس، هيفتح لي هنا الادوات الخاصه بالبرمجه. طيب برضو موجوده هنا عندي في القائمه اللي على الجنب هنا اسمها قائمه بروجكت. لو ضغطت هنا على كلمه تول باس فبرضو بيجيب لي الادوات الخاصه بالبرمجه بتاعتي كلها. طيب البرمجه هنا متقسمه لجزئين، جزء برمجه 2 دي وجزء برمجه 3 دي. انا عايز اقول لك ان البرمجه 2 دي يعني قد تعادل 80% من البرمجه اللي موجوده في البرنامج، لان 2 دي عندي كام برمجه؟ بروفايل، فلوتنج، اريا كليرنس، في كارفنج، هنا عندي بيفل، في سمارت انجريفنج، في دريلنج، في انلي تول باس، في ريس تول باس، في تيكتشر،
يعني عندي كميه حاجات كتير جدا جدا. عشان كده البرمجه بتاع 2 دي انا عايز اقول لك ان في ناس شغاله في المجال ده بقاله تقريبا سنين، وممكن يقول لك انا ما اعرفش الا البروفايل والفي كارفنج والاريا كليرنس، الثلاثه دول هم اشهر ثلاثه الناس بتشتغل بيهم. الحاجات بقى النوادر اللي ناس كتير مش شغاله بيها، الحمد لله احنا الفلوتنج تول باص احنا رافعين فيديوهات على اليوتيوب تقريبا من 8 سنين او من 9 سنين على اليوتيوب على الفلوتنج تول باص. يعني من اوائل الناس اللي بدانا نتكلم على الاداه دي، لان هي بتعمل حاجات قويه جدا جدا بتخليه تعمل حاجات احترافيه في البرمجه. ومن الحاجات المهمه قوي برضو ناس كتير ما تعرفهاش التيكتشر تول باص والريس تول باص. طيب تعالى كده بالراحه نفهم يعني ايه برمجه، نفهم ازاي اصلا بظبط الاعدادات بتاعتي، نفهم الحاجات ماشيه ازاي، وبعد كده نبدا نتكلم في تريكات اثناء الايه البرمجه. تعالى يا باشمهندس، انا مثلا معايا اي برواز عندي كده، والبرواز ده عايز اعمل له قطع. فتعالى كده الاول نعمل له اي شكل هنا كده، اعمله هنا بزير واضيف نقطه مثلا في النص كده، وامسك النقطه دي كده واطلع هنا كده ايه لفوق كده شويه مثلا. وتعالى كده نعمل له اوفست لبره وجوه، فاقول له هنا هعمل اوفست او لجوه بس، خلينا هنا لجوه ونخلي القيمه بتاعتي 10 سم، واقول له هنا اوكي. وعايز اقطع الشكل ده. طبعا لما اجي ابدا اول حاجه بعملها ان انا بخلي ده على الحرف كده، وممكن اخلي فيه خلوص من هنا ومن هنا وابدا اعمل عمليه القطع. طيب اول حاجه انا باخد بالي منها، او لازم اول سؤال انا هساله لنفسي، هو الخامه اللي انا حاططها دي نوعها ايه؟ هل هو خشب ام دي اف ولا خشب كونتور ولا خامه زان وانا مجمعها مع بعض؟ لازم احدد نوع الخامه. الحاجه الثانيه لازم احدد التخانه بتاعتي كام ملي. ليه؟ هقول لك دلوقتي. ولازم احدد البنطه اللي انا هشتغل بيها. فتخيل كده معايا انا مثلا جيت من هنا وقلت له بص انا هحركها من على الطرف من هنا ومن هنا، وليكن مثلا 10 مللي. فهاجي من هنا تمام واكتب هنا 10 وهنا 10. 10 مللي دي يعني سنتي وسنتي، انا حركته بس من هنا ومن هنا 10 مللي واطلع من هنا. عايز اعمل بقى برمجه، يعني اقطع الجزء ده وده. وتخيل كده معايا ان انا هحلل الحاجات دي وبعد كده هقطع. وخد بالك واحنا بنقطع احنا مش هنقطع بالطريقه التقليديه، انا هقول لك على تريكات مهمه قوي في عمليه القطع. اما اجي اقطع الجزء ده، بص كده لما بضغط هنا بيظهر لي هنا نقطه خضراء. النقطه الخضراء دي بيقول لك خد بالك ان هي دي نقطه، وهنا برضو بيقول لك دي نقطه البدايه، النقطه اللي الاند ميل او البنطه بتاعتي هتبدا من عندها. وهقول لك دلوقتي انا بفضل لو انا هقطع ما اخليش نقطه البدايه من عند الحته دي، وهقول لك ليه دلوقتي. تعالى كده نختار هنا التول باس المناسب لينا هنا اسمه بروفايل. البروفايل ده فيه 3 انواع من التول باس من جوه. في حاجه اسمها الونج وانسايد واوتسايد، يعني حركه البونطه تبقى ماشيه ازاي. اوتسايد معناها لو انا بقطع ببونطه اند ميل، فانت بتقول لي البونطه بتاعتي بتكون بره. بره ازاي كده؟ يعني بتخلي البونطه بتاعتك لو انت باصص من فوق ماشيه من بره كده، تفضل ماشيه اوتسايد. اما لو انت من هنا اخترت انسايد فالبونطه بتاعتك هتكون جوه. تمام؟ طيب اللي هنا الونج معناها ان سنتر العده هيكون واقف على الشكل كده. تمام؟ طبعا في الاند ميل الكلام ده غلط، لكن في الحليه لو انا بحلي بعمل عمليه حليه هو بختار الونج. يبقى في حاله البنط الحلايه او البنط الفي بختار الونج، اما في القطع بختار اوتسايد. تعالى نتكلم لو انا هعمل عمليه حليه، فبختار من هنا العده بتاعتي. تعالى كده انا اصلا لو انا عامل كرييت لعدد معينه بتبقى موجوده عندي هنا تحت. لو انا مش عامل فانا بختار مثلا وليكن هعمل بنطه 90 وهبدا اختار الاثنين دول مع بعض واقول له انا هنزل عمق القطع بتاعي وليكن مثلا 6 مللي. طيب خد بالك انا ما بنزلش العمق كله الكلي، لو التخانه كلها 18 مللي فانا هنزل كام؟ 6 منها. وهاجي هنا هقول له ال 6 مللي دي هنزلها على مره واحده ولا على كذا مره؟ بص لو انا في فانا ممكن انزلها على مره واحده عادي خالص ما فيهاش اي مشكله. تعالى هنزل هنا هقول له الماتيريال بتاعتي 17 مللي او 18 مللي وادوس هنا اوكي، وابدا اختار الاثنين دول مع بعض واقول له هنا اطلع بدي فوق كده، واقول له هنا ايه؟ بص كده كالكوليت ناو. بص يا باشمهندس انت هو ده كده البرمجه؟ هو انا ما اعملش اي حاجه الا دول بس؟ في حاله الحليه مش محتاج اي اوبشنز ثانيه خالص.
تمام بمعنى الكلمه. طب عايز اشوف الشكل النهائي، هضغط هنا كده وتعالى نبص ونعمل زي سيميوليشن كده للنتيجه اللي موجوده معايا. تعالى كده هنا نبص في 3 دي ونشوف الشكل بتاع البرمجه شكله عامل ازاي. المفروض هنا كده واضغط، هيبدا يطلع لي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ما عنديش اي مشكله، كل ده مفيش مشكله. تعالى بقى نبص المشكله الاكبر في القطع. لما اجي اعمل ملف قطع تاني بعمل ايه؟ ممكن اجي على ده كده على طول واسميه كات. بص شوف انا هعمل ايه دلوقتي، هاجي مسمي ده كات وهاجي فوق واقول له هنا اوت سايد، وهاجي هنا اقول له هختار بقى عده جديده، والعده دي هتكون اند ميل 6 مللي واضغط هنا. انا عايزك بس تلاحظ هنا ايه اللي هيحصل، هتلاقي البروفايل لسه زي ما هو موجود، ده القديم اللي انا كنت اصلا خلصته، بس هاجي انا اقول له التخانه الكليه المره دي 18 مللي، انا هعمل دلوقتي عمليه قطع صح كده، وهاجي هنا اقول له ال 18 مللي دي بقى اقطعها على كام مره؟ على 3 مرات 6، فهكتب هنا 6 يبقى 6 6 6. بالك انا لسه بتكلم على الديفولت، لكن لسه في تفاصيل مهمه قوي هتكلم دلوقتي عنها. لما اجي بقى في القطع اقف هنا على 2 دي، هدوس هنا اف 2 فيجيبني هنا على 2 دي، واضغط هنا اقول له اختار دول وهضغط هنا. بص اول ما بضغط هنا كالكوليت تلاقي اتضاف لك تول باس جديد اللي هو انت سميته هنا كات. لو سبت نفس الاسم القديم هيلغي التول باس القديم ويعدل عليه، لكن انا عايز احافظ على القديم واعمل واحد جديد، فعشان كده اديته اسم تاني. بص عمل ايه؟ طلع بره هنا ودخل هنا لجوه. طيب انا عايزك بس اقول لك على معلومه مهمه قوي، انت لما نزلت اول مره 6 العده بتاعتك حصل فيها ايه؟ تعالى كده نبص على السيميوليشن عشان نفهم اللي هيحصل بالظبط. العده بتاعتي لما اجي هنا ابص على السيميوليشن بدات، بص عمل ايه؟ دخلت بالجوه الاول مشت على 3 مرات، وبدات من هنا على 3 مرات، وبدات تديني الشكل النهائي اللي موجود عندي هنا. الحرف بتاعي محلي والجزء ده معمول له ايه؟ معمول له عمليه قطع. طيب تعالى بقى نتكلم على جزء شويه مهم، ازاي افسر الشغل بتاعي. خد بالك انا لو عملت النتيجه دي في الحقيقه هلاقي النتيجه مش طالعه زي الصوره كده بالظبط. ليه؟ نتيجه ان المكنه الاكيورسي بتاعتها بتبقى مش 100%، بتكون تقريبا لو جينا نبص هنا في حاجه اسمها توليرانس. التوليرانس ده بيبقى 0.05، ممكن نخليه مثلا 0.02 او 0.01. في فايبريشن بتحصل في المكنه، فبتلاقي ممكن العده بتاعتك وهي بتعمل الفي تدخل لجوه شويه او تطلع لبره شويه، فبتلاقي على الحروف وانت بتقطع بتلاقي هنا في رايش، بتلاقي هنا في رايش من الخامه. فالناس اللي بيجي يبرمج على المكنه يقول لك والله بص يا باشمهندس احنا بنعمل حاجه حلوه قوي، انت هنا بتحط العده بتاعتك 6 مللي في البرنامج، ولما بنيجي نقطع بنحط على المكنه عده 8 مللي، بنحط على المكنه عده كام؟ 8 مللي. طبعا واحد بيقول طب انا هعمل كده ليه؟ بص اللي اشتغل كده فهو فاهم، طيب اللي ما اشتغلش كده الكلام ده احنا بنعمله ليه يا باشمهندس؟ هقول لك انا ليه. تخيل كده معايا العده ال 6 مللي اصلا لما بتعملها كانت بتبقى ملامسه للخامه كده، بس انا بقول لك خد بالك ان في رايش بيطلع نتيجه الخطوه اللي انت عملتها دي. بص كده مش ده الاند ميل بتاعك؟ بص الرايش اللي بعد الخط ده مش المفروض القطع بتاعي يكون جاي على الحته دي صح ولا لا؟ تقول لي طب ليه بقى الحته الزياده المسافه الصغننه خالص دي؟ تعالى كده نقيسها، اللي هو من هنا كده لغايه هنا كده تقريبا 0.7 مللي، 7 من 10 مللي. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان بيبقى فيه هنا الاونسز بتظهر معاك، تمام؟ انت اللي بتحاول تشيل الجزء ده. طيب بتعمل ايه؟ لو انت خليت العده بتاعتك هنا 6 مللي وفي المكنه حطيتها 12، ايه اللي هيحصل؟ هيكبر شويه، فبالتالي هياكل من الخامه شويه. طيب واحد بقى يقول لك لا 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 انا عايز اعمل الكلام ده من البرنامج نفسه، مش محتاج ان انا اعمل اي تعديل من المكنه حاجه ومن البرنامج حاجه ثانيه، مش محتاج ان انا احط هنا عده 6 واسميها 6 واقول للراجل اللي واقف على المكنه خد بالك اول لما تلاقي هنا اند 6 ابقى احط على المكنه اند 8 عشان تنظف الرايش. لا مش محتاج اعمل الكلام ده. طب اعمل ايه هنا؟ في هنا حاجه اسمها الاونسز. الالاونسز دي لو انا عايز اكل من الخامه، عايز اقلل الخامه عن الخط اللي موجود ده، فحط هنا قيمه بالناقص. يعني انا عايز اشيل من هنا قد ايه؟ مثلا 7 من 10، اكتب هنا القيمه دي بس بالنيجاتيف، فاكتب هنا 7 من 10. بص كده ايه اللي هيحصل لما اكتب هنا نيجاتيف 7 من 10؟
بص كده ايه اللي هيحصل. تعالى كده هنا نطلع بدي كده لفوق ونقول له هنا ايه كالكوليت ناو. انا كده عملت البرمجه الجديده صح كده. طيب تعالى كده نقول له هات لي كده الشكل النهائي. عمل ايه؟ حد لاحظ حاجه؟ ده قص من الخامه اللي كانت موجوده. طب تعالى كده نبص على الخط. بص هنا ادي الخط اهو. شوف مش ده الخط اللي كان موجود صح؟ شال منه، يعني كل بعد الخط ده قيمه ثانيه من الخامه. الهدف من الزياده اللي انت كلتها دي ان انت بتخلي الفينش بعد عمليه الحليه او عمليه البنطه بتاعت الفي او اي بنطه ثانيه تكون شكل افضل. طيب انا في ناس قاعده تسمع المحاضره دي وممكن اول مره ما يعرفش حاجه عن المجال، فبيقول لي هو اصلا يعني ايه بنطه حليه ويعني ايه اند ميل ويعني ايه البنط دي كلها. فتعالى كده نقول له هنا تايب تايبس اوف تول فور سي ان سي راوتر. تعال نشوف انواع العدد اللي موجوده في المكن بتاع الراوتر. بص كده دي اسمها بنط الحلايه يا باشمهندس، تمام؟ دي اسمها بنطه حليه. طبعا اي بنطه انا بتكلم عليها بيكون ليها مقاسات. يعني انا لما بروح اشتري العده دي مثلا واقول له عايز بنطه حليه، طيب بيقول لك البنطه بتاعت الحليه دي بيسالك سؤالين ليها، عايز قطرها كام وعايز الكعب بتاعها كام. الكعب ده اللي هو الجزء ده اللي بيركب في الكولب بتاعك اللي بيتحط في المكنه. فالجزء اللي فوق ده اسمه قطر العده بتاعتك اللي انت هتحلي بيه اللي هو ده، وبيكون متغير على حسب انت محتاج تخلي شكل الحلي عامل ازاي. واللي هنا ده بنسميه الكعب بتاع الايه، وده بيتوقف على حسب الكواليتي اللي موجود عندك. فانت بتبقى عايز كعب 6، في كعب 8، في كعب 10، في كعب 12. تقريبا اخر كعب موجود عندنا 12 13 تمام، وبيبدا من اول 6 ده الديفولت يعني. فدي كلها بنط حلايه موجوده عندنا. طيب تعالى كده نشوف البنط الثانيه شكلها بقى عامله ازاي. لما بتنزل في الخامه بتديني الشكل ده كده، تمام. طيب في بنط ثانيه موجوده عندنا، في بنط خاصه ثانيه بالبنط الفي. تعالى كده نرجع ثاني هنا كده ونشوف البنط الفي. فعندنا هنا بنط خاصه بالفي، وفي بنط هنا واخده كذا مرحله. دي بنط اند ميلات. يعني لما اجي ابص على البنط دي كده دي اسمها اند ميل. البنط دي خاصه بالتقطيع، يعني انا عندي لوح كونتر او ام دي اف وعايز اقطع بس، فانا بقطع بالبنط دي اسمها اند ميلات. طبعا الاند ميلات دي ليها اشكال كتير جدا، في شكل سبايرال كده حلزوني، وفي شكل حلزوني مشرشر، وفي بنط عدله بيكون ليها سلاحين عدل، وفي هنا بنط بول نوز بتبقى خاصه بال 3 دي، تمام. فدي اشهر العدد اللي موجوده، واشهر عده موجوده هي البنط الفي. لما اجي ابص على شكل دي بنط بول نوز برضو خاصه ب 3 دي، بتكون جايه مسحوبه كده. البنط الرفيعه خالص بيعملها بالسحبه دي عشان البنطه تكون قويه. لو انا عندي بنطه مثلا عايز بنطه 1 مللي او 7/10 مللي او 2 مللي، فلو انا خليت العده كلها 2 مللي هتبقى ضعيفه جدا، العده كلها مللي ضعيفه جدا. فبخلي الكعب بقطر والنهايه بتاعتي بقطر تاني. ده بالنسبه لاشكال العدد اللي موجوده عندنا. نرجع تاني هنا للبرنامج ونبص على تريكايه ثانيه مهمه جدا. طيب يا باشمهندس تعالى كده نبص على الشكل. انا مثلا عملت غرفه نوم وعملت ادي شكل العدد هنا انا راسمها اهي، بونطه في دي اسمها بونطه بول، ودي بونطه ايه حليه. هو في السوق بيسميها كده يقول لك بونطه حليه، في بعض الناس يسميها بونطه ظهر حيه، تمام. بس هو الاشهر يقول لك ايه بونط حلايه. ودي بونطه في، الفي في منها في 45 60 90 120 في 150. دي اشهر الحاجات والاشهرهم البونطه ال 90. طيب تعالى كده انا مثلا عملت الشكل ده او الاوضه دي. المثال ده بالكامل مشروح في الكورس من اول ما ارسم الاوضه وارصهم وابدا اعمل البرمجه بتاعتي خطوه بخطوه. الرسمه بتاعتي دي اصلا هي عباره عن ايه؟ لو انا جيت بصيت مثلا على الشكل اصلا بتاع الغرفه نفسها دي، العميل لما بيجي لك الورشه، لو انت عندك ورشه سي ان سي وانت شغال للغير، فبيجيب لك مثلا اوضه زي دي يقول لك بص يا باشمهندس انا عندي الاوضه دي وعايز انفذها كلها دولاب وسرير وكل حاجه. انت مطلوب منك ان انت تعمل الشغل اللي موجود على الايه الدولاب ده كله. فانت بتبدا بقى تحدد المقاسات بتاعتك دي من هنا لهنا كام، الارتفاع بتاع الدولاب ده كام،
والشكل بتاعها قد ايه، وانت تبدا تنسق. فده مثال موجود عندنا احنا راسمينه من اول ما الصوره دي تبقى موجوده معانا لغايه لما طلعنا التصميم وعملنا البرمجه وحطينا الشغل بتاعنا على الفلاشه وتبدا تبرمج. طيب تعال نشوف انا مثلا بعد ما خلصت مثال زي ده هو انا ممكن هبرمجه ازاي. بس انت لو ركزت في المثال في حاجه مهمه قوي، لازم عشان تحدد اختيار التول باس المناسب لازم تبص على الصوره بتاعتك كويس قوي. فانا لما ابص على الصوره بلاقي الحته دي كده غاطسه بشكل كبير قوي اللي هو واخده شكل مثلث، والحته اللي واخده شكل الجزء ده برده غاطسه بشكل كبير قوي. فانا هنا لما رسمت نفس الرسمه بتاعتي بالظبط اللي موجوده عندي هنا في الاوضه، فرحت عامل ايه؟ رحت مختار الحاجات دي كلها زيها مع بعض وعامل لها جروب، والحاجات دي كلها ورحت عامل لها جروب. تمام كده؟ وتعالى كده انا عامل التول باس اهو. جميل. تعالى كده نعلم عليهم كده كلهم مره واحده ونمسحهم ونقول يا باشمهندس علمنا كده من البدايه ازاي اصلا هبدا اعمل البرمجه بتاعه الحاجات دي كلها. فاقول لك اول حاجه احنا هنعمل الحاليه. فتعالى كده نعلم على ده ونقول له خلاص احنا هنخش هنا ونقول له احنا هنعمل الشغل بتاعنا ببونطه حاليه مثلا. فاقول له هنا اول حاجه نختار هنا الونج، والتخانه بتاعتي 12 مللي، يبقى انا هنزل حاليه كام؟ ما ازودش عن 5 مللي، 6 7 بس. المهم كل ما بنزل جامد كل ما بضعف الخامه، فيفضل ان انا ما انزلش عن 5 6. فاقول له هنزل 5 مللي. طيب العده اللي انا هشتغل بيها قد ايه؟ بص المفروض انا ارسمها ماشي كده. فخليني انا مش هرسمها دلوقتي يا باشمهندس، او تعالى كده نختار من الحاجات اللي موجوده هنا حاجه تكون قريبه ليها. في هنا عدد اسمها ليجنسي. الليجنسي دي اللي موجوده هنا عندي بتدي لك شكل قريب من الحاجات اللي انت بتكون محتاجها. تمام. في حاجات منها شبهها وفي حاجات ملهاش شبه بيها خالص. تمام. طيب الحاجات بقى اللي احنا هنختارها يا اما اختار من هنا يا اما انا ارسمها. طيب والله يا باشمهندس انا مش لاقي حاجه مناسبه، خلاص انا ممكن مؤقتا عشان ما اضيعش وقت في الرسم بتاعها خليني هعمل ببونطه في، واقول له خلاص هعملها بالبونطه الفي هنا وابدا اشتغل عليها واشوف الرسمه بتاعتي هيكون شكلها عامل ازاي. هختار الخطوط اللي هي دي كده، شايف دي كده اللي بره، واقول له انا هنزل بيها وهنزل ال 5 مللي على مره واحده، وكمان هختار ده وهختار اللي بره ده، وكل ده هعمله بالبونطه الفي. طيب تعالى نبص على بقيه الاعدادات. هنزل فينش ديبس 5، اخترت العده بتاعتي ال 5 مللي الفينش ديبس هنزلها على كام مره ستيب داون؟ على مره واحده. طيب تعالى بقى احنا ما اتكلمناش يعني ايه فيد ريت ويعني ايه بلانج ويعني ايه سبندل سبيد. الفيد ريت هي سرعه المكنه في الاكس والواي. طيب بيكون كام؟ بص لما الهاند بتشتغل او الكنترول بتاعك بيكون شغال بتلاقي السرعه بتاعتك تقريبا 8000 او 9000 او 10000. اما تيجي هنا بتلاقي السرعه بتاعتك بتبقى عاملها تقريبا في حدود 100 تمام او 120. طيب ايه بقى الفرق ما بين ده وده؟ بص هنا اليونت بتاعتك ملي متر بير سكند، على الكنترول بيكون متر بير مينت، متر بير مينت، يعني ضرب في 1000 وقسم على 60. تمام. تخيل كده ضربت في 1000 وقسمت على كام؟ على 60 يديك القيمه اللي انت محتاجها. يعني لما اقول لك مثلا ال 8000، لو انا كده جبت هنا زي كالكوليتر مثلا وقلت لك والله يا باشمهندس ال 8000 اللي انت شفتها على الهاند دي اللي هي كام؟ 8000 متر. طب انا عايزها مليمتر، انا عايزها مليمتر، انا هقسم صح واضرب في 60، يعني اكنها 8 في كام؟ في 60 بكام؟ ب 480. طيب تعالى كده انا دلوقتي يا باشمهندس هكتب هنا 100 مللي في الثانيه، 100 مللي في الايه؟ في الثانيه. طيب تعالى هنا البلانج ريت، سرعه النزول في الزد، سرعه نزول المكنه في الزد. طيب بخليها كام؟ غالبا بنخليها تلت الرقم ده، لان انا مش عايز اخلي المكنه وهي نازله في الزد تكون سريعه، فبخليها مثلا 30. طيب تعالى كده نبص على حاجه ثانيه، سرعه دوران السبندل بيكون كام؟ بيكون تقريبا 18000 15000 على حسب نوع الخامه. اقول لك هنا خليها نكتب مثلا 18000، وبرضه على حسب الماكسيمم سبيد بتاعت المكنه. عملت كل ده في واحد بقى بيتكلم يا باشمهندس الارقام اللي انت بتكتبها دي كلها ملهاش لازمه، ده انا اصلا مهما احط اي رقم القيمه اللي موجوده على الهاند بتاعت المكنه هي اللي بتتنفذ. اقول لك كلامك مظبوط و100% صح،
بس في بعض الكنترول بتاع المكنه بياخد القيم اللي موجوده في الارت كام، يعني انت لازم اللي انت تعرف له القيم دي. وفي بعض الكنترول الثانيه زي الدي اس بي اللي هو الهاند الاي 11 او الاي 18 او اي نوع هاند، بيعمل ايه؟ ما بيعتبرش اي قيمه موجوده في الجي كود ان هي مكتوبه، هو اللي بياخد القيمه الفعليه اللي الراجل بيبرمجها على الهاند. تمام؟ طيب تعالى بقى ننزل تحت هنا الخامه، خلاص احنا معرفين ان هي كام؟ 12 مللي اهو. وتعالى نبدا نشتغل. انا هشتغل على الحته دي بس، واللي انا اعمله على ده هيتعمل على الكل، بس عشان اشوف الجزء ده بس. واقول له هنا ايه؟ كالكوليت. كده انا عملت كالكوليشن للجزء ده. تعال نشوف النتيجه النهائيه على طول، مش هنقعد بقى نشوف خطوه خطوه، وندوس هنا ايه؟ اوكي. تعالى كده نبص يا باشمهندس على الشكل النهائي. فيدي لك الشكل النهائي ان هو ماشي بالعده بالشكل ده كده. تمام؟ ده شكل الايه؟ الرسمه بتاعتي او شكل الايه؟ الجزء اللي انا عامله. طيب حلو جدا. تعال اقف هنا على 2 دي. نيجي نبص بقى على الحاجات الثانيه اللي موجوده عندنا. انا عملت ده ونزلت بالقيمه اللي موجوده عندي. تعال بقى نشوف الجزء اللي موجود هنا. لما باجي ببرمجه بايه؟ لو مشيت الونجو برده هيبوظ لي الشكل. انا عايز اكل الخامه اللي جوه الحته دي كلها وتبقى نازله مسحوبه لجوه كده. انسب طول باص ليها هو حاجه اسمها في كارفنج. انسب حاجه ليها اسمها ايه؟ في كارفنج. فتعال نشوف كده الفي كارفنج بيشتغل ازاي. خدوا بالكم المحاضره دي انا بحاول اعدي على كل طول باص كده بشكل سريع. تمام؟ لكن كل طول باص مشروح في ما لا يقل عن 3 4 محاضرات، كل محاضره مثلا فيها نص ساعه. وان شاء الله في كل محاضره مجانيه هنحاول نمسك بقى كل طول باص لوحده ونتكلم بيه ان ديتيلز. وبرده هنتكلم في تفاصيل مهمه قوي في كل طول باص دلوقتي. هختار هنا الفي كارفنج. الفي كارفنج فكرته ايه؟ ان انت يكون عندك شكل مغلق، تختار له شكل العده بتاعتك اللي انت تشتغل بيها. وغالبا بنشتغل بعده في، وممكن نشتغل بعده بول نوز برضه. فاختار مثلا عده وليكن 120. بص كده انا هنا لما بختار العده وبختار هنا حاجه اسمها ريفريش، اصلا انا ما بحددلوش الفاينل فينش، يعني انا مش بحدد له انا المفروض انزل كام. تمام كده؟ امال بيحصل ايه؟ هو بيشوف اقصى مسافه ما بين الخطين كام، ويشوف العده بتاعتك والزاويه كام، وهو اللي يقول لك بناء على الفيكتور ده اقصى دبس انا ممكن انزله هيكون كام؟ 7 مللي. اقصى دبس انا هنزله كام؟ 7. طيب يا باشمهندس مثلا لو الخامه بتاعتي اصلا كانت 7 مللي وانا هنزل 7.3، يبقى في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيحصل الخامه هيحصل لها انها تخرم من الناحيه الثانيه، فالشغلانه بتاعتك هتبوظ. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ في عندك حلين، يا اما تزود البونطه بتاعتك بدل ما تشتغل بزاويه 90 تشتغل بزاويه 120، فساعتها القيمه دي هتقل. او ان انت تعمل له هنا حاجه اسمها ليميت للدبس، فاقول له لا، لو انت هتنزل 7.3 اقول له لا اعمل لي ليميت، خلي الدبس ده ما يزيدش عن كام؟ عن 5 مللي مثلا. يبقى في الحاله دي هيعمل اجنور للقيمه اللي موجوده هنا ويبدا يشتغل على القيمه دي. طب النزول اللي كان المفروض عايز ينزل هيعمل ايه؟ هيخليه فلات، مش هينزل بزاويه للنهايه. تمام؟ ده في الحاله دي لو انا علمت صح هنا. طب لو شلت دي هينزل الشطره بتاعتك كلها للنهايه لغايه كام؟ لغايه القيمه دي. طيب القيمه اللي هي 7.3 هينزلها على مره واحده كده ولا مرتين؟ تبص هنا ستيب داون اللي هو النزول كل مره. طب النزول كل مره هنا كام؟ 6.5. اقول له لا خليها كام؟ هي 8 بحيث هو ينزل الرقم ده. طيب تعالى هنا كده نقول له كالكوليت ناو. بصوا اللي هيحصل هنا ايه دلوقتي؟ هيحصل ان هو يبدا يشتغل على كل واحده من دول بحيث ينزل بشطف للاخر ويدي لك النتيجه اللي انت عايزها. طبعا النتيجه كانت هتكون احسن من كده لو انا راسم شكل البونطه الحليه والنتيجه بتاعتي كانت طالعه بشكل افضل من كده بكتير. طيب انا هعمل دي، هيتبقى اخر مرحله عندي وهي مرحله التقطيع، ان انا عايز اقطع بقى الشكل بتاعي. طيب التقطيع بقى انا هاخده على جنب لوحده كده، مش في المثال ده بقى، ده في مثال تاني. تخيل بقى لو انا بقطع بس بقطع خانه ثانيه، خانه مثلا زان. تمام؟ تعال نبص كده على النتيجه الاول شكلها عامل ازاي. هنبص عمل ايه؟ بينزل في المساحه دي هنا وهنا. تعالى كده نبص على الشكل النهائي، او حتى تعالى كده نبص على خطوه البونطه بتشتغل ازاي.
لما اجي ابص هنا كده على، بص كده يا باشمهندس بتشتغل ازاي؟ طبعا الريزوليوشن اهو، بص بيعمل ايه؟ بيفضي المساحه اللي موجوده ما بين القطعه دي ودي، بس بيعملها بزاويه كده ايه؟ بالزاويه 90 اللي موجوده معاك، فيدي لك شكل افضل. فيدي لك شكل ايه؟ افضل. خلاص كده ممكن نقول له خلاص بقى خلص، او اديني النتيجه النهائيه على طول. انا كده فهمت الشكل اللي هيطلع معايا عامل ازاي. طيب سؤال بقى تاني. طيب كده بالنسبه للفي تمام، بالنسبه للبروفايل تمام. طيب وهقطع برضو مفيش اي مشكله خالص، احنا فهمنا الحته بتاعت القطع او التركيه بتاعت القطع. طيب انا جالي سؤال من يومين مهم جدا وكنت عايز اجاوب عليه دلوقتي. واحد قال لي يا باشمهندس انا باجي اقطع عندي على اللوح قطع كبيره جدا او كتير، اللوح مثلا مرصوص فيه اكتر من قطعه. طيب تعالى كده نشوف، انا مثلا عندي لوح واللوح ده مرصوص فيه اكتر من شكل. طيب تعالى كده نرسم مثلا اي شكل او مجموعه من الاشكال اللي موجوده عندنا. اي مجموعه من الاشكال، مستطيل، وهنا مثلا ممكن نرسم شكل، وممكن نرسم هنا دايره، ومعايا المقاسات دي تمام. ومطلوب مني ان انا اقطع من دول كده مثلا على اللوح من كل واحده مثلا 5 أو 6 قطع. فبيقول لي انا عندي مشكله يا باشمهندس ان انا لما بقطع بيجي في حته معينه وبلاقي القطع بتتحرك من على المكنه. فخلينا كده ناخد من دول كده مثلا مجموعه معينه عشان نشرح حاجه ثانيه. الحاجه اللي احنا هنشرحها انا عايز ارص الحاجات دي على اللوح. هل اقعد امسكهم وارسمهم واحده واحده؟ لا، في هنا امر مشروع ان ديتيلز، حاجه اسمها نستنج. النستنج ده مهم جدا، يمكن خدنا عنه نبذه في الويبينار اللي فات. النستنج ده بيعمل عمليه رص جوه اللوح. اول حاجه بيسالك انت هتقطع بعده ايه، فاقول له مثلا هقطع بعده 8 مللي. بيقول لي هنا هتخلي ما بين كل طول باص وباص كليرنس قد ايه، فبقول له مثلا سيب لي 20 مللي. بص بقى الحاجات اللي انا هحطها هنا بحطها علشان يبقى في ما بين كل قطعه والثانيه مسافه معينه، ما يحصلش ان حاجه تتحرك، ما يحصلش ان يبقى في حاجه تتحرك. وبقول له سيب لي من على الاطراف بتاعه اللوح، انا هدبس بمسامير او بدبابيس على الحروف، فسيب لي مثلا سنت ونص على الداير. فاقول له هنا سيب لي 15 مللي على الداير. تعالى بقى بعد ما عملت الاعدادات الاساسيه هنا، ايه بقى الاعدادات دي؟ بص اهم حاجه عندي هنا وهو يرص بزاويه كام؟ بص لو الحاجات دي بالنسبه لي عدله ما فيهاش دورانات فخلي الزاويه 90. تمام كده؟ طيب قال له ميرور، هل انت عندك ينفع قطعه معينه زي دي ينفع يتعمل لها ميرور وهو بيرص؟ لو ينفع مفيش مشكله، ما ينفعش مثلا في يمين وشمال فلا اوعى اتعلم على دي. طيب كل ده مش مهم قوي. تعالى بقى هنا يوز موديل از باوندري. يوز موديل از باوندري يعني انا عايزك ترص في الموديل ده، ماشي كده؟ وهترصهم في نفس اللوح، يبقى خلي ده واحد. فهعلم هنا ايه؟ اوكي. اللي هو هيعمله دلوقتي ان هو يرص لي كل الحاجات دي فين؟ في لوح واحد. تمام؟ طيب بعد ما رص عايز اقطع، تقول لي خلاص القطع امر بسيط جدا، كل اللي انا هعمله ان انا هختار امر في النستنج ان انا هعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بس جاست ان انا هختار الشكل واعمل عمليه قطع. اقول لك ممتاز جدا، انت ما عملتش اي حاجه، بس انت هتعمل مشكله كبيره جدا. تخيل لو المكنه قطعت الشويه دول وشويه دول وشويه دول وشويه دول، ايه اللي حصل؟ اللي على الحروف كلها اتفصلت، الحته اللي في النص اللي جوه دي مش متدبسه، هتلاقيها اتحركت. طبعا لازم انت تبقى واقف بعينك بقى على المكنه عشان تبدا بقى ايه وهي شغاله، تدي مسمار هنا، تدي مسمار هنا، تدي مسمار هنا، حته فاضيه هنا ادي هنا مسمار هنا. فتقعد بقى واقف ورا كل قطعه عشان تدي الموضوع ده. الحاجه الثانيه، انت لما زودت السبيس هنا انت عملت تهدير في الخامه، عملت هدر في الخامه بشكل كبير جدا. طيب تعالى بقى يا باشمهندس انا اقول لك على تريكايه مهمه قوي، يمكن ناس كتير قوي شغاله في المجال بقالها سنين
ما فكرتش فيها او ما عملتهاش قبل كده. الحاجات اللي انا بقولها لك دي الحمد لله بقول لك عن حاجات متجربه، انا مجربها بنفسي على المكنه. يعني انا وانا شغال المشاكل دي كلها قابلتني، قعدت افكر، دورت في البرنامج، لقيت ان كل مشكله بتظهر قدامك البرنامج اصلا عطيها حل كاوبشن، بس انت مش واخد بالك. انت طبيعي اتعودت زي الناس، بتشوف الناس بتشتغل بايه وبتشتغل زيها. طب ما فكرتش في مره تقعد تلعب في البرنامج وفي الادوات فتلاقي حاجه موجوده انت ما قربتش ليها فتجربها؟ تمام. فهي دي بقى الفرق ما بين حد اشتغل بايده وجرب وطلع نتيجه، ويبدا يديك بقى المعلومه بشكل اكاديمي وبشكل عملي، تعرف انت تجرب بعديها فتتاكد من المعلومه، لا ده انا فعلا الحاجه دي من اول مره جربتها وعرفتها على طول، فتحس ان انت لسه جديد في المجال وعندك خبره بشكل كبير جدا. طيب تعالى بقى قول لي يا باشمهندس ايه هي التركايه دي؟ هقول لك على تركتين حلوين جدا جدا في الحته دي. تخيل كده يا باشمهندس انا بقطع الخامه دي خامه كونتر، تمام؟ وتخيل كده كونتر مش 18 مللي، انا جايب كونتر مثلا 22، بس عندي مشكله في الكونتر 22 لما باجي اقطع، ان في بعض الاوقات البونطه بتاعت الاند ميل في نهايه الشغلانه بتاعتي بلاقيها اسودت، بالبلدي كده يقول لك البونطه حرقت او البونطه ولعت وانا شغال. ليه؟ قال لك لان الخامه ناشفه قوي، و نتيجه الشغل الكتير بونطه سخنت وبدات تسود في لوح واحد. السبب ايه؟ هقول لك على تركايه ثانيه تعرف تحافظ على العده بتاعتك. اول حاجه تعالى كده نختار، انا هقطع على طول، فتعالى نختار طول باص خاص بالتقطيع وهو البروفايل، وتعالى ناخد التركتين اللي انت قلتهم. اول تركه انت قلتها، احنا قلنا الخامه بتاعتنا كام؟ 22 مللي يا باشمهندس، ادي 22 مللي واوتسايد، ممتاز، هقطع على طول. طيب عده كام؟ قلنا هنقطع بعده 8 مللي، اند ميل 8 مللي 22 وكونتر، يبقى ممكن انزل 5 مللي كل مره. لما اجي انزل 5 مللي كل مره والخامه هنا 22 هينزل 5 في 5 في 5، تمام، لغايه لما يوصل 20، بعد كده هيبقى 2 مللي. مش هيعمل كده، مش هينزل اخر مره 22 مللي. هيعمل ايه؟ هيجي مقسم ال 22 مللي دي على عدد المرات اللي المفروض دي هتطلع معاك. يعني مثلا لو انت قلت له المفروض اصلا لو نزلت 5 في 5 المفروض هينزل 5 مرات، بس اخر مره هينزل 2 مللي، لا مش هيعمل كده، هيعمل 22 على الخمسه، فالمفروض هينزل كام؟ 4 و4 من 10، ده اللي هو يعمله. يبقى تلاقي كل مره نزل 4 و4 من 10 عشان يحقق ان هو ينزل 22 مللي بتوعتك. طيب يبقى هقول له هنا 4 ونص، مفيش اي مشكله، حاجه قريبه قوي دي، او اكتب ال 4 و4 من 10 ونحط الفيد ريت بتاعتنا مثلا والسبندل سبيد وكل الاوبشنز بتاعتنا. تعالى بقى قول لي التركيه الاولانيه، ازاي الشغل بتاعي ده ما يتحركش من على المكنه وانا مش مدبس الا على الحروف بس هنا؟ ايه اللي يحصل؟ تخيل كده لو انا عايز افهمه ان هو يقطع الحته اللي في النص الاول، تخيل كده معايا، وبعد كده اقول له اقطع دي، وبعد كده يقطع دي، تخيل كده اللي حواليها كله متثبت، شايف؟ وبعد كده يقطع دي، وبعد كده دي، وبعد كده دي، شايف؟ وانا بعلم كده ده اللي بيتقطع بالترتيب. شوف الحروف بتاعتي كلها ثابته، وبعد كده دي، وبعد كده دي، كل الحروف ثابته. يبدا بقى ياخد الحروف اصلا، وانا بقطع الحروف كده كده اللوح لسه ستيل ايه؟ متثبت، صح ولا لا؟ تمام؟ هتقول لي اه جميل جدا كده، انا حليت اول مشكله، بس انت قلتها لي كده شفوي. تعالى كده قول لي يا ترى البرنامج يفهم الكلام ده ازاي؟ ان هو يقطع من النص هنا ويطلع لبره كده تدريجي. هنا بقى حاجه اسمها كات سيكونس. في حاجه هنا اسمها اوبشن كات سيكونس، لما بتفتحها بتلاقي هنا حاجه اسمها اوبتمايز واوتوماتيك، وبتسيبها زي ما هي شغاله، وزي ما بنقول بالمصري طالما شغاله ما تلعبش فيها، سيبها شغاله وما تلعبش فيها زي ما ايه الناس بتقول كده. يعني لما تيجي تقول لواحد تعالى اعلمك حاجه جديده ممكن تخليك يقول لك لا 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 بالله عليك المكنه شغاله وانا عايزها ايه؟ شغاله كده، بلاش تلعب فيها، ماشي؟ لا احنا عايزين ايه؟ عايزين نلعب في الاوبشنز ونطلع حاجات احسن ونتغلب على مشاكل ممكن تظهر معانا. تخيل كده لو انت الحته اللي موجوده عندك هنا بتاعت الكات سيكونس وهي هنا اوتوماتيك. اوبتمايز دي معناها ان هو بيعمل اوبتمايز في الوقت
المقصود باوبتمايز هنا ان هو بيقلل الوقت، فبيختار القطع اللي تقلل الوقت، فممكن يبدا من هنا كده ويمشي تدريجي كده بشكل زجزاج عشان يقلل الوقت، بس في الاخر الحته اللي في النص دي ممكن تفضل تبوظ معايا. تخيل كده لو انت جيت هنا اخترت حاجه اسمها سبايرال، سبايرال اوت. سبايرال اوت يعني ايه؟ يعني عايزك تمشي سبايرال اوت وتطلع لبره، تمشي في شكل حلزوني وتطلع لبره، او سبايرال ان لو انت عايز العكس. طب تعالى كده نختار سبايرال اوت، ماشي كده، وهدوس اوكي. انا كده اهو قلت لك اول تركايه، تمام، وهختار دول وهدوس هنا رايت ناو. بس خد بالك انا نسيت اغير الارتفاع بتاع الخامه ل 22. هقول له كالكوليت ليتر الاول هنا، وهاجي هنا في الماتيريال هقول له سيت اب. الماتيريال بتاعتي كام؟ 22 مللي، زيرو. مش كده؟ خلي ده كده فوق، معناها ان الصفر بتاعي هو اللي فوق واللي ايه الخامه تحت. واقول له هنا ايه؟ اوكي. تعالى كده بقى دوس هنا كالكوليت ناو، وهوري لك المكنه هتقطع فين بالظبط. تعالى كده نبص هنا على الخامه او الاوبشنز بتاعتي في شكل 3 دي. طبعا انا هشغل على ده، ماشي كده، ونشوف البونطه هتبدا بايه بالظبط. هنشغل هنا كده ونقول هنا سيميوليشن. تعالى كده هنا نقف هنا في وضعيه 3 دي، نقول هنا ابدا. بص بدا فين؟ عايزك بقى تركز معايا. بدا بالحته دي، طبعا بينزل على عدد معين من المراحل، ماشي. بعد كده بدا بالحته اللي هنا، بالك انا عايز اسرع هنا شويه او انكريز السرعه بتاعتي كده بشكل اسرع. شوف عمل ايه؟ هيخلص الحتت اللي في النص، ما هيقربش من على اي قطعه على الطرف، مفيش اي قطعه من على الطرف هيقرب ليها خالص الا لما يخلص اللي فين؟ اللي في النص الاول، وبعد كده يجيب الاطراف كلها. تخيل كده معايا، شوف كده اللي هو عملهم دول اللي هم الخمسه اللي هنا دول، تمام. لسه هو شغال اهو، بيجيب اللي هنا ويبدا يجيب الاطراف كلها. كده احنا حلينا اول مشكله موجوده عندنا واول تركايه عندنا هنا، اللي هي في الاوبشن حاجه اسمها الكات سيكونس. ازاي عشان الشغلانه بتاعتي ما تتحركش مع المكنه ان انا اعمل الحته دي. فدي كده تركايه مهمه قوي. تعالى كده نزود السرعه شويه، شوف هو عمل ايه. خد دي، انا هنا زودت السرعه شويه، ممكن ازود اكتر. شايفين يا شباب عمل ايه؟ جاب دول مش هيجيب اللي هنا دول اللي على الاطراف الا لما يخلص الشغلانه بتاعتي كلها. شايف؟ بدا يجيب اللي على الاطراف ورا بعض. فكده عمل ايه؟ بدا باللي جوه وبدا يجيب الاطراف. طبعا هو بيجيب الاطراف دي كده كده انت مثبت من هنا ومثبت من هنا. يبقى انا كده خلصت الشغل بتاعي كله. طيب تعالى بقى كده احنا خدنا التركيبه الاولانيه. طيب الكلام اللي انا بقوله ده ان ديتيلز مشروح في الكورس بتاع الارتكان ال2 دي وال3 دي. طيب تعالى كده يا باشمهندس نتكلم بقى على التركيبه الثانيه. تعالى امسح بقى كل ده. خلاص انا عرفت التركيبه دي يا باشمهندس، امسح بقى ده كله. انا معايا قطعه زي دي هتتقطع من خامه زان اهي، والخامه الزان دي بتحرق معايا قوي وانا شغال. فعندي مشكله لما باجي انزل عند النقطه بتاعت الستارت دي، البنطه هي بتنزل في الزد كده لتحت في اللحظه، وهي بتاخد ال5 مللي اللي انا بنزلهم كل مره او 6 مللي كل مره، من اول 0 لغايه 5 مللي لما توصل للفينش ديبس بتاعها. البنطه بتحس ان هي بتطلع دخان لغايه لما تاخد السرعه بتاعتها. عارف ليه؟ لان الاند ميل مهيئه ان هي تقطع بجنبها، مش بتقطع بوشها من تحت. فبالتالي احنا بنعمل هنا في البلانج دي معناها ان هي سرعه الحركه بتاعتك في الزد، عشان كده بنقلل سرعه الدوران في الزد. لان لو سرعه الدوران هنا في الزد عاليه البنطه ممكن تتكسر، او بيسميها كده بالبلدي يقول لك البنطه بلطت من تحت، السلاح بتاعها من تحت اتكسر. فبالتالي لما بتنزل لتحت بتعمل صوت عالي كده، فيقول لك البنطه بدات ايه؟ معلش المصطلح اللي انا هقوله ده بس هو مصطلح مهم ومشهور في السوق، يقول لك البنطه بدات تنعر.
تسمع صوت كده زي النعير، فيقول لك البنطه بتاعتك بدات تعمل صوت غريب. ليه؟ قال لك نتيجه ان السلاح من تحت بدا يتكسر او مش حاد بشكل اقوى، فبالتالي انت بتقلل السرعه دي، وبيحصل ان البنطه بتحرق لما بتنزل لتحت. واغلبكم لما بيجي يشتغل 3 دي في الرافنج بيسمع الصوت بتاع العده وهي بتاخد الحركه بتاعتها في الزد، اما لما بتمشي في الاكس والواي بتمشي بسرعه عاديه جدا. طيب ايه بقى حل المشكله دي يا باشمهندس؟ تخيل كده، هقول لك على حاجه جميله جدا. ازاي اصلا مش تخلي البنطه ما تحرقش، لا انت ازاي تحافظ على العده بتاعتك. جماعه العده زمان كنا بنشتريها ب 60 جنيه وب 70 جنيه وب 50، يعني بارقام قليله جدا. يعني الحمد لله، يعني الواحد شغال في المجال مثلا من 2015 16 في الراوتر او في المجال السي ان سي كعملي بايدي، لكن في الدورات مثلا شغال من 2013. طيب تخيل كده معايا العده كانت باسعار قليله جدا، تعال نروح اسمع سعر العده دلوقتي تلاقي ضرب في 10. فلما تلاقي نفسك بتشتغل في شغلانه مثلا والعده تتكسر في شغلانه واحده، فتحس ان انت يعني العده ما بتتكسرش، انت قلبك اللي بيتكسر والمكنه شغاله. يعني تخيل العده اول ما نزلت هوب راحت مكسوره، انت خسرت كل مكسب الشغلانه لما العده اتكسرت. لا انا عايز احافظ على الشغلانه بتاعتي، عايز احافظ على اللايف تايم بتاع العده بتاعتي، عايز العده بدل ما تشتغل في لوح واثنين وثلاثه عايز اشتغل في 10 لوح واكتر من 10. ازاي احافظ على عمر العده بتاعتي؟ رقم واحد السرعات المناسبه. تمام. الحاجه الثانيه بقى والاهم من ده كله ده، وانا بقطع لازم اوبشن مهم جدا اكون مفعله. وانا عايز اقول لك ان 90% من الناس اللي بتسمع المحاضره دي ممكن ما يكونش عارفين. طيب يا ترى ايه الاوبشن ده؟ فكر كده معايا، ما تتكلمش بس يا ترى ايه الاوبشن ده؟ في هنا حاجه مهمه قوي اسمها رامبنج، اسمها رامب. وللاسف في ناس عارفاه بس مش عارفه، يعني في ناس عارفه رامب بيعمل ايه. طب ايه الاوبشنز بتاعته المناسبه؟ ايه افضل حاجه عشان اخلي المكنه تتحرك بشكل سموث جدا في عمليه القطع وما احسش البنطه وهي بتنزل في الزد يحصل الحته اللي احنا بنقولها دي. تعالى كده نقول هنا اد رامب. عندي هنا اوبشنز كتير قوي. ايه انسب واحد فيهم يا باشمهندس؟ سموث. ايه انسب واحد فيهم؟ سموث. انا عايز الحركه بتاعتي مش عايز البنطه تتمرجح وهي نازله او تاخد حركه طويله وتضيع وقت. انا بدي لك الاوبشن. خد بالك الحاجات دي يا باشمهندس كلها انا جربتها وجربت الارقام اللي بتتحط هنا. يعني الحمد لله بص، واحنا شغالين في بحث علمي او في الدكتوراه، الدكتوراه بتقول لك ان انت لما تيجي تشتغل في بحث اقعد اعمل مثلا العب في الارقام دي كل مره تجرب فتشوف مين اقل وقت ومين افضل يحافظ على العده ومين، يعني تقعد تجرب في حاجات كتير جدا لغايه لما توصل للاوبتيمم كونديشن اللي تدي لك وقت قليل وكواليتي عاليه وتحافظ على العمر بتاع العده بتاعتك. فمن الحاجات المهمه قوي اللي انا جربتها، انا كنت قاعد وانا فاضي على المكنه كده ان انا اقعد اجرب واصور واشوف العده بتاعتي بيحصل فيها ايه، بتحرق ولا لا، الشغلانه بتاعتي بيطلع الفينش بتاعها افضل ولا لا. طيب تعالى هنا انا اخترت سموث. ايه بقى القيمه دي؟ ايه القيمه دي؟ تمام. طيب هنا حاجه اسمها ماكسيمم رامبنج انجل، كل ما تقلل الزاويه كل ما يدي لك حركه انعم. فانا بختار زاويه صغيره جدا عشان البونطه بتاعتي ما تتحركش بايه؟ بشكل كبير. فانا بختار مثلا زاويه درجتين ثلاثه. هنا بقى المسافه اللي هيعمل فيها الرامبنج، تخيل كده العده بتاعتي هتحرك كده. تمام. انا عايز الحركه بتاعتي في مسافه معينه قد ايه؟ 3 سم مثلا. فبختار هنا من 3 ل 5 سم. بيعمل ايه بقى من اول خلال المسافه ال 5 سم دي؟ انت مثلا قايل له هنا انا ماليش دعوه بال 22، انا ليا دعوه بال 4 ونص اللي هو كل مره بينزل 4 ونص. بيعمل ايه؟ دي نقطه البدايه، دي نقطه البدايه. بيجي قايس 5 ونص مثلا. تعالى كده نكتب 5، هدي له هنا مسافه 5 مللي. شايف ال 5 مللي دول يا باشمهندس اللي هم دول؟ لو انا مسكت ال 5 مللي دي وحطيتها على المايل هنا كده، شايف لفتها كده على المايل، او قست اي مسافه على المايل هنا، قلت له يا باشمهندس ده ال 5 مللي دول او ال 5 سم اللي انت عملتهم دول لغايه هنا كده مثلا، اهو لغايه الحته دي كده. ايه اللي هيحصل بقى في ال 5 سم دول او ال 4 سم ونص دول لغايه هنا؟ بيبدا من النقطه دي
يلمس سطح الخامه، يلمس سطح الخامه ويبدا ينزل 1 من 10 مللي، 2 من 10 مللي، 3 من 10، نص مللي، 1 مللي، 2 مللي، 3 مللي، 4 مللي، 5 مللي او 4.5 مللي عند النقطه دي. يعني طول المشوار بتاع ال 5 سم اللي انت عاملهم دول يكون نازل فيهم كام؟ المسافه. فالبونت اصلا تحس ان هي ماشيه ما بتقفش، يعني لما بتيجي تكمل كده وتاخد دوره كامله ما بتقفش لحظيا، لا ده بتيجي مكمله وهي بتكمل بتنزل تدريجي لتحت. طب تعال نشوف الكلام ده اصلا ممكن شكله يبقى عامل ازاي. هختار دي ونقطه الصفر اهي اهي، تمام كده، واقول له هنا كالكوليت. تمام كده يا باشمهندس؟ تقول لي اه انت فعلت الرامب والسموث والزاويه. تعالى كده بقى، تعال نبص الشكل او الحركه بتاعتي تبقى عامله ازاي. طبعا معلش هطلع بس الاول من هنا، هعمل سيميوليشن وهلغي الحاجات القديمه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. يعني هاجي هنا كده واقول له دلت السيميوليشن ده خالص، انا كده دلته خالص. وتعالى نبص هنا على 3 دي الجديد اللي انت عملته. تعالى كده انا عايز اوريك بس حاجه حلوه. لما تيجي تبص هنا على شكل الحركه بتاعتك اللي موجوده عندك هنا، شايفين نقطه البدايه دي؟ تمام؟ لو انا جيت وقفت هنا بشكل مايل كده، حد ملاحظ حاجه كده؟ شايف الحركه الخط اللي بلون احمر ده؟ شايف النزول ده؟ تعالى كده ممكن نشوفها من ناحيه ثانيه او من الرايت فيو. بصي هنا كده البنطه نزلت هنا، دي النقطه. بص انا عندي هنا كذا لون. اللون الازرق ده الحركه بتاعت المكنه السريعه. اللون اللي انت شايفه ده الثاني ده كده، ده بنسميه البلانك. المكنه بتنزل في الزت، نزلت هنا. اول لما نزلت هنا لمست سطح الخامه راحت ماشيه كده. بص كده النزول التدريجي ده لغايه لما لمست سطح الخامه، وبعد كده لفت اللفه الكامله ووصلت لغايه هنا. لما جت هنا عايزه تنزل ال 4 مللي ونص الثانيه، فراحت ماشيه كده وراحت لفه اللفه كامله، وبعد كده جت هنا، بعد كده راحت عامله النزول ده كله. طيب تعالى كده نشوفها على البطيء على البرنامج. عايز اوريها لك على البطيء بقى على البرنامج ايه اللي بيحصل. انا عايز كده، بص هنا، بص الحركه دي كده. انا هوقف هنا، بص الحركه كده، شايف اللي حصل هنا؟ شايف يا باشمهندس اللي بيحصل؟ الحته دي المكنه بيحصل لها ايه؟ بتيجي هنا. تعالى كده لو احنا عملنا هنا سيميوليشن تاني كده عشان اوريك الجزئيه دي، عشان دي حاجه مهمه جدا. هدلت الماتيريال خالص، معلش احنا ضغطنا هنا، هدلت ده خالص كده، وهقف هنا وهعمل السيميوليشن تاني. شايف الحركه دي بتبقى عامله ازاي؟ بتاخدها بشكل تدريجي كده. فانت اللي بتعمله ان المكنه بدل ما تنزل في الزد مره واحده، لا خليتها ايه؟ تاخد الخطفه بتاعتها ان هي بتنزل تدريجي خطوه خطوه، ماشي كده؟ فدي من التريكات المهمه جدا جدا والاعدادات المهمه جدا اللي انت لازم تاخد بالك منها. وهنا بقى المينيموم، فانا بخليها زيرو، والمينيموم في الحركه بتاعتك دي مش هلعب في الاثنين دول، لا انا اللي يهمني ايه؟ الجزئيتين دول. طيب ده كده بالنسبه لبعض الاعدادات المهمه قوي او بعض الحاجات المهمه قوي في البرمجه وانت شغال لازم تاخد بالك منها. تعالى نبص على حاجه جديده تاني. خليني افتح كده البرنامج وعايز اوريك الحته اللي انت شفتها دي من شويه. بص كده، شايف المكنه هنا بتعمل ايه يا باشمهندس؟ لمست سطح الخامه هنا، وهنا بتبدا تعمل ايه؟ بتنزل تدريجي، يعني بتاخد الوش وبتنزل تدريجي لغايه لما تجيب النهايه بتاعتي. طيب هوريك بقى حاجه ثانيه عشان ندخل فيها. بص هنا، انا عايز بس اجيب الفيديو من اوله عشان تبقى ملاحظ حاجه مهمه قوي. بص هنا، بص من البدايه هنا النزول شبه ما فيش من اول النقطه دي عند السهم كده، شبه ما بتنزلش. عايزك بقى تركز كده في النزول بقى قد ايه هنا. شايف النزول هنا بقى قد ايه؟ بقى زياده. في الحاله دي المكنه بتاعتك وهي بتقطع عمرك ما تسمع ليها صوت، عمر العده ما تتكسر. ليه؟
لان هي ماشيه بشكل منتظم، ما بتنزلش مره واحده وتاخد خامه مره واحده. ماشي؟ فده حته مهمه قوي في البرمجه لازم اخد بالي منها. طيب تعالى اوريك حاجه ثانيه هنا كفيديو كده ليها، فلوتنج تول باس. من الحاجات اللي احنا نشرحها دلوقتي، خلينا هنا نقول ايه، فلوت الجزئيه اللي انت شايفها قدامك دي، او الحركه اللي انت بتشوفها قدامك دي، بص في بعض الناس زمان، دلوقتي في ناس كتير قوي عارفاها هي لانها انتشرت قوي مؤخرا. وزي ما بقول لك كده الحمد لله، لو دخلت على القناه بتاعتي على اليوتيوب اكتب مصر CNC جنبيها احمد فتحي، هتلاقي رافعين فيديو تقريبا من 2018، يعني تقريبا بنتكلم من 8 سنين او 17 كمان. ازاي اصلا تعمل الشغل بتاع الفلوتنج تول باس ده، تطلع اللوح كله بالشكل ده. اللوح ممكن ما ياخدش معاك تقريبا نص ساعه وبافضل طريقه. يعني معظم الناس زمان كانت بتشتغلوا بحاجه اسمها في كارفنج، لا احنا بنشتغلوا باشكال ثانيه. طيب الشغل اللي زي ده ازاي اخلي المكنه اصلا تعمله وتطلع اللوح كله بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده؟ العده اللي قدامك دي اسمها بول نوز، ممكن تعمل نفس اللوح بعده في. والمفاجاه انا هقول لك بقى طريقه اصلا ما سمعتهاش قبل كده، ازاي تعمل الفلوتنج ده بعده جديده خالص. طيب تعالى كده ناخد الفلوتنج الاول، ايه الحاجات المناسبه اللي احنا ممكن نشتغل بيها. اطلع منها خالص وتعالى نقف هنا كده ونتكلم يعني ايه فلوتنج تول باس. وهتكلم بس على تريكايه فيه، خدوا بالكم اغلبكم عارف التريكات بتاعته اصلا، فتعالى نتكلم احنا على حاجه مختلفه عن اللي موجود على السوق. بص التول باس ده، نقف هنا على 2 دي الاول. الشغل بتاعه اصلا عباره عن انك بترسم خط، ماشي كده، وانت بتديله شكل حركه بتاعت العده بتاعتك. فنديله مثلا هنا كده خط، وتعالى كده يا باشمهندس نرسم اي خط تاني كده صغير كده عليه، وبنيجي هنا من نود اديتنج ونيجي على الخط ده نعمل له هنا بي، يعني بتحوله لبزير، وهنا بندوس ام، ماشي كده، وناخد ده ونطلع لفوق كده. وباجي واخد المسار بتاعي اللي موجود ده، وباجي هنا ممكن اقول له احنا ممكن نعمل له ميرور، وفي الميرور هنا ممكن نختار هنا كوبي مع جوين، ونقول له هنا اعمل لي، ماشي كده. احنا عملنا رايت، ماشي كده. كده انا عملت الحركه بتاعتي كلها بشكل مظبوط. تعالى بقى من بعض التريكات المهمه قوي اللي لازم اخد بالي منها، ان لازم نقطه البدايه تكون فوق خالص، ونقطه النهايه بتاعتي تكون تحت. يعني نقطه البدايه فوق ونقطه النهايه تكون ايه؟ تحت. وفي بعض الحاجات او الحالات اللي هقول لك لا خلي البدايه فوق والنهايه فوق. طيب انا هخلي ده كده يا باشمهندس اهو على جنب كده، تمام، والخط بتاعي اللي انا راسمه اهو. بس طبعا ما بخليش اول خط على الطرف كده، عشان انا بكون مثبت اللوح بتاعي في البدايه هنا، واقول له حركه مثلا وليكن 20 مللي من على الجنب هنا، وخلي المسافه ما بين كل خط والتاني وليكن مثلا 30 مللي. جميل كده اهو. وبقول لك معلش خلي البدايه هنا، والخط اللي بعده خلي اعمل لي حاجه اسمها ريفرس فيكتور. يعني لو ده نقطه البدايه خلي التاني البدايه بتاعته هناك. خلي بالك من التفاصيل اللي انا بقولها. وعلمنا على الاثنين مع بعض، لو المسافه ما بينهم 30 يبقى لما اعلم على الاثنين مع بعض هقول له خلي المسافه ما بين الاثنين 60، عشان واحد يبقى البدايه والنهايه معكوسين مع بعض. واللي انا بعمله ده هيكون هو الشغل التقليدي.
في حد عنده سؤال؟ طيب تعالى نشوف هنعمل ايه يا باشمهندس. اول حاجه هنختار العده التول باس نفسه اللي هو الفلوتنج. فالتول باس الفلوتنج اللي هو موجود عندي اللي هو هنا. اول حاجه بحدد عمق القطع اللي موجود معايا او النزول بتاعي. فانا هنزل مثلا وليكن 10 مللي، وهختار هنا العده بتاعتي، اختارها بول نوز او ممكن اختار في، ممكن اختار هنا في، وبختار بزاويه كبيره اصلا عشان يديني شكل احسن. وهنزله مثلا على مرتين او على مره واحده 10 مللي، لان هو بينزل من زيرو وياخد ال10 مره واحده، او ممكن نخليها 8 مللي كويس. هنا بقى نوع الحركه بتاعتي، في هنا حاجه اسمها سبيسيفاي ستارت اند اند، وفي هنا حاجه اسمها زد كنترول. فانا هختار ده، وده ليه اوبشن وده ليه اوبشن، ده لو انا شغال في مسافات صغيره وده لو انا شغال في مسافات كبيره. ففي الحاله دي هعلم على ده، شايف الخط اللي انت شايفه فوق ده، واقول له خد بالك ده كده هو الكنترول بتاعي. اول لما اتعلم على ده وتختار ده وتقول له هنا سيلكت، ففهم ان هو ده مين؟ البدايه والنهايه بتاعتي. ده الحركه بتاعت العده هتمشي على الخط ده، اللاين بتاعي. تمام. العده بقى لما تيجي تشتغل هتعمل ايه؟ هتقف كده، تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق وتنزل تحت. تمام كده؟ طب يبقى خدت الحركه بتاعت الطلوع والنزول منين؟ من هنا، من هنا حاجه اسمها زد كنترول فيكتور. جميل قوي. بعد كده الخامه بتاعتي 18، واعلم على الخطوط دي كلها وابدا اقول له هنا ايه؟ كالكوليت. كده انا عملت الاعدادات، بشوف الاعدادات بتاعتي ما خدتش وقت. طيب تعالى يا باشمهندس كده، قول له هنا علم على الفلوت، وقول له تعالى كده وريني النتيجه النهائيه كده، قول له هنا سيميليت. بص كده يا باشمهندس الحركه بتاعتك عامله ازاي؟ بتمشي خط. تعالى بص اللي بعده، بتطلع بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. المكنه بتطلع وتنزل. اللي انت هتشوفه ده اللي هيطلع، او اللي انت شايفه قدامك ده اللي هيطلع معاك في الحقيقه بحركه البنطه. فليه بقى عكسنا؟ عشان لما يبقى نقطه البدايه في حته والنهايه في حته، فدي تعكس مع اللي جنبها. يعني لو النقطه بتاعت السنتر هنا، المكنه نزلت اقصى عمق هنا، قصادها الناحيه الثانيه ما تنزلش. ده عشان كده انا عكست خط والتاني. طب تعالى بقى كده هقول له وريني بقى الشكل النهائي. خلاص بقى عشان ما نضيعش وقت، هقول له وريني الشكل النهائي بتاعي كله مره واحده. او اطلع من هنا، وانتظر بقى شويه. انت كده كده لازم تنتظر نفس الوقت اللي انت انتظرته قبل كده. انا عملت النتيجه دي وقلت لك النتيجه دي اكسبتابل، مقبوله وكويسه جدا بالنسبه لي، وهعمل اللوح كله كده. واحد تاني قال لي بص يا باشمهندس النتيجه حلوه قوي، يعني ما شاء الله جميله قوي، بس تخيل كده معايا انا عايز اوسع الحته دي شويه وأضيق المسافه العدله دي، مع ان شكلها جميل جدا قوي، بس تخيل كده لو انا عايز اضيق المسافه دي اكتر اعمل ايه؟ عندي حلين. يا اما اضيق الخطوط، لو الخط المسافه ما بين الخط والتاني 30 مللي، اعمل ايه يا باشمهندس؟ اخليها مثلا 28 مللي. تمام؟ ده حل. طيب الحل الثاني ان انا ممكن ازود النزول بتاع العده. الحل الثالث ان انا ازود الزاويه بتاعه البنطه بتاعه العده. يبقى انا عندي حلول كتير جدا، دي كلها حلول اقدر ان انا اعملها عشان اطلع النتيجه بتاعتي بشكل ايه؟ بشكل كويس جدا. طيب تعالى كده، هو كل ده تقريبا لسه، يعني انت لما عملت سكيب هو تقريبا شبه ان هو ايه؟ شغال على النتيجه بتاعتك كلها لسه. طيب لغايه لما يحمل، ايه بقى الحاجات التانيه اللي احنا ممكن مثلا نعملها برضو بالفلوتنج؟ تخيل كده معايا لو انا عندي برواز كامل بقى، عندي شكل كامل وعايز اعمله. لا 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 مش عايز برواز كامل يا باشمهندس، انا عايز حاجه ثانيه. شفت الخطوط اللي انت كنت راسمها من شويه؟ تخيل كده لو انا عايز اعملها هي، شوف انا بقول لك هي عايز اعملها، بس عايز اعمل حاجه ثانيه. تخيل كده معايا لو انت عندك اند ميل، والاند ميل دي اقصى اند ميل عندك مثلا 14 مللي، اند ميل 14 او 12 مللي، وعايز اطلع شكل انت كمستمع، انت كراجل خبره شغال في المجال، مش ممكن تتخيل ان هو يطلع 2 دي، مش ممكن. تمام؟ طيب تعمله ازاي؟ هاجي راسم خط
واحركه، معلش المسافه وليكن مثلا 12 مللي، او بلاش 12 مللي، الاولاني هحركه 6 مللي، وبعد كده هبدا اتحرك بقيمه بقيمه العده بتاعتي اللي هي مثلا ال 12 او 13، وادوس هنا اوكي. شوف انا اتحركت ازاي، ده الشكل بتاعي اللي انا اتحركت بيه، ماشي كده؟ ماشي. وتخيل كده معايا، همسك الاثنين مع بعض اهو، وهاجي هنا واعمل نفس الكلام اللي انت عملته من شويه، واقول له هنا 13 و13 يبقى 26، يبقى هاخد ضعف المسافه. بس احنا نسينا نعمل حاجه مهمه قوي، احنا لما عملنا ده صح لازم نعمل هنا ريفيرس، يعني نعكس الدايركشن، اختار الاثنين دول مع بعض، ماشي كده، ونختار هنا ضعف المسافه دي 26، وادوس هنا ايه ابلاي، اعمل اللوح كله مثلا. ممكن هنا طيب تعالى بقى نرجع للملف الاولاني، هناخد منه حاجه، و تقريبا الملف لسه شغال بيحمل. انا عايز اخد منه الحته دي بدل ما اقعد ان انا ارسمها تاني، وهقف هنا في الملف اللي احنا لسه راسمينه من شويه، وهعمل لها كنترول في هنا، وابدا اختار الشكل بتاعي ده. تعالى كده نختار الفلوتنج تاني، امسح دول خالص، وهعلم على دي واقول له هنا اديت، ونشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. بس تخيل كده معايا، فكر، انا هختار اند ملي، اند ملي ماشي، بس بدل ما اختارها 12 ملي، تخيل كده معايا كده، هقول له هات ال 12 دي اعمل لها كوبي واديت وخليها مثلا 14، ماشي كده، وادوس هنا اوكي سيلكت، وهختار ده واقول له هنا ده ايه، بص كده سيلكت، وهعلم على دول، علم على دول، ماشي كده، واقول له هنا ايه الخامه بتاعتي اهي، واقول له كالكوليت نيو. بص عشان ما اقعدش اعمل خطوه خطوه ويضيع وقت كبير قوي، هوريك النتيجه النهائيه، هوريك النتيجه النهائيه، وادوس هنا ايه، طبعا نسيت امسح دي، مش مشكله، اعتبرها مش موجوده، حقك عليا، ونبص على النتيجه الثانيه. بص النتيجه شكلها عامله ازاي. طبعا انا بس الشاشه فيها حاجه، مالكش دعوه بالحته المقطوعه دي، خلينا نبص على الجزء الثاني اللي هنبص كده، عامله زي الويف، حد واخد باله؟ شبكه، الجزء ده عالي وهنا واطي، عالي واطي، واللي هنا معكوس. شايف الشكل هنا؟ هتشوفها من على الطرف كويس، شايف من على الطرف شكلها عامله ازاي؟ دي تركية مهمه جدا معمول، خد بالك انا الفلوتنج ده تقريبا شرحه في ساعتين ونص، شرح كل الحاجات الممكنه اللي انت تقدر تستغل بيها التول باس، وتطلع بيها اوبشن قويه جدا، وتطلع بيها حاجات براويز، وتطلع بيها الواح كامله، تطلع بيها شغل زخارف، كل اللي انت متخيله، بكل الاوبشنز، بكل الحاجات الممكنه اللي انت ممكن تعملها. دي من التريكات المهمه جدا جدا اللي موجوده في التول باس بتاع الفلوتنج. لو انت بتعمل برواز برضو كامل زي ده، وعايز تعمل بيه نفس الشكل اللي انا بقول لك عليه ده، تقدر تعملها، وتعملها بالطريقه اللي انا عاملها دي. كل الناس بتشتغل بالفلوتنج ده بالبونتال في والبونتال بول نوز، لكن ما حدش فكر بره الصندوق يشتغل باند ميل ويعملها بالطريقه دي. هي دي بقى من الحاجات المهمه قوي، ان انت يبقى شغال عمل بايدك، ان انت تاخد كورس مثلا مع محاضر، المحاضر ده اصلا الحاجات دي كلها جربها عملي بايده، وشافها مره واثنين وثلاثه، وجرب عده واثنين وثلاثه، وعرف المشاكل اللي بتحصل اثناء التشغيل ايه، فيفهمها لك اثناء الكورس. فبالتالي انا عايز اقول لك، انا معايا الحمد لله عميل قال لي يا باشمهندس انا ما اعرفش اي حاجه عن المجال خالص، لسه زيرو في مجال الراوتر وفي السي ان سي،
قلت له بص خد الكورس اللي احنا عاملينه مسجل الموجود على المنصه ده، وبعد ما تخلصه انا عايزك تروح تقعد مع واحد شغال في المجال ده بقاله 10 سنين، مش بقول لك سنه ولا 2 ولا 10، لا شغال، معلش سنه ولا 2 ولا 3، لا شغال بقاله 10 سنين، واقعد جنبه وتناقشوا مع بعض في البرنامج وفي الارت كام وفي التول باس وفي الرسم. وانا اتحدى ان انت هتوصل في خلال شهر من البرنامج وتطبيقك على المكنه ان انت تكون عندك معلومات اكتر منه، عندك معلومات جوه البرنامج اكتر منه هو. طيب الحاجات اللي موجوده بقى، في بعض الناس بتسالني يا باشمهندس طب انا محتاج اتعلم عملي. انا عايز اقول لك السي ان سي وبرنامج الارت كام العملي بتاعه هو اللي احنا بنقوله ده، هو ده العملي يا جماعه، هو ده العملي. العملي الثاني ان انا الراجل اللي هيجيب لي المكنه اقول له والله اول ما تحط اللوح حط هنا مسمارين ماشي، وركب العده بتاعتك وصفر عند الطرف ده وحط الفلاشه. طيب الشغل بتاع الفلاشه ده بقى هو 95% من الشغل ازاي تعرف تصمم، ازاي تعرف تبرمج، وازاي تعرف تختار العده صح، وازاي تعرف تعمل كل الاوبشن بتاع البرمجه صح. اما ان انا اركب البونطه بتاعتي واخد الزيرو هو ده العملي. فانا بس عشان الناس ما تنخدعش بكلمه عملي، عملي يعني ايه؟ ان انت تقف على المكنه يعني وتشوف المكنه وهي شغاله، اتفرج على اليوتيوب. لكن ان انت تعرف الامكانيات بتاعه البرنامج والاوبشنز اللي موجوده واعرف اطبقها ازاي، كل الحاجات دي الحمد لله مشروحه جوه المنصه. لو انا فتحت هنا المنصه، احنا عاملين هنا كورس الارت كام متقسم 2 دي و 3 دي، هنا احنا ضامنينهم مع بعض كاثنين مع بعض. هنا تفتح ال 2 دي تفتح ال 3 دي، اما اجي افتح حتى الكورس بتاع ال 2 دي واجي اسمع الكورس جوه هنا هتلاقيه متقسم هنا كام فيديو هنا، تقريبا 58 فيديو. ده انا عايز اقول لك حتى لو انا عايز اعمل برواز واعمل برواز ببنطه، عارفين البنطه اللي هي التي واخده حرف تي كده اللي هي تنزل من جوه وتعمل لي شفه للبرواز بتاع المرايه من جوه، التفاصيل الصغيره دي كلها مشروحه ان ديتيلز. كل انواع البرمجه بالدريلنج تول باس، ازاي اعمل بريدج، ازاي اعمل رامبنج اوبشن، ازاي اعمل بيفل تول باس، تيكتشر فلو، كل الرسم بالبرمجه الحاجات دي كلها مشروحه في الكورس سواء بقى 2 دي سواء 3 دي. انا في الحقيقه يعني حبيت كده في المحاضره افهم الناس يعني ايه تول باس، يعني ايه برمجه، اشرح تريكات، ما حبيتش ان انا ادخل في تفاصيل قويه قوي، بس حبيت ان انا اشرح تفاصيل ومش عايز اشرح اكتر، عايز اسمع الاسئله بتاعتكم، عايز اجاوب على الاسئله بحيث نفتح المجال اكتر لو في حد عنده اي استفسار ونقدر ان احنا نجاوب عليه. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك الف عافيه. الله يكرمك يا هندسه، تسلم. انا عندي مشكله بس بتقابلني في لما يكون جاي لي تصميم من الاوتوكاد مع على مثلا مقاس A3، اجي اخده على الارت كام اعمله المقاس الطبيعي. هي دي فما بيظبطش معايا. لا هو بص يا هندسه، لما بتيجي واخد ملف من برنامج لبرنامج لازم اتاكد. انا في البرنامج اللي انا كنت شغال بيه كان بيرسم بمليمتر ولا بسنتي. صحيح. تمام، لو بيرسم صحيح. بسنتي بتلاقي هنا معمول سكيل ل1 ل10. لا صحيح. ماشي، فبتعمل ايه ساعات بيجي لك اي رسمه بجيبها بتيجي فاتح التصميم مثلا اهو، تخيل ده ان هو ده التصميم بتاعي، بفتح ترانسفورميشن اجي قافل اللوك بتاعي من هنا، شايف اللوك ده بيبقى مفتوح. تمام يا هندسه. بتلاقي دي مثلا بدل ما هي 244 بتلاقي 2 4 بس كده. صحيح. بتلاقيها صغننه قوي كده. صحيح. تقفل اللوك تدوس هنا زيرو بس. تمام. بس بتلاقي ده يعني هو الفكره كلها ان السكيل مش متظبط. تمام، من السكيل من الاوتوكاد او انا بعمل ايه بقى؟ انا لما تمام. بجيب اي رسمه برسمها واحطها جوه مربع اللي هو مقاس اللوح. احطها جوه مربع اللي هو مقاس اللوح، بحيث ان انا لما احط الشغلانه دي جوه المربع واحطها جوه الارت كام يبقى المفروض ان المربع ده يكون 122 في 244. صحيح. انا بصمم كده على الكورل درو. تمام، سواء كورل راينو لكن اوتوكاد. انا المشكله بقى ان اغلبيه التصاميم بتجي لي اوتوكاد، ف بص غالبا بتكون دي دبليو جي. تمام. صحيح. مش دي اكس اف. الدي دبليو جي بيعمل كده عشان يصغر حجم الملف. تمام. عشان صحيح. الملف يكون صغير فبيجي مصغر السكيل بتاعه.
تمام. اما لو دي اكس اف غالبا بيجيبوا بسكيل مظبوط. لا دي اكس اف مظبوط على طول معايا صحيح. لكن الدي دبليو جي غالبا بيعملوا له سكيل 1 ل 10 او بسكيل مش معروف، فانت تقفل اللوك وتبقى عارف الخارجي كام وتيجي مزوده. تمام يا باشمهندس، تمام تمام. شكرا جزيلا يا باشمهندس. العفو يا هندسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذ الكريم، أنا عندي آلة جديدة اشتريها جديد. الصوت بتاعك يا هندسه بيقطع بس. مشتري آلة جديد بيشتغل عليها الكابوند بمجال كلادينج. محتاج بس بدي أعرف شو البنطة اللي بستخدمها مشان أعمل بيسموها عنا بسوريا نحن مشان يطوي تفريز. تماما. شو البنطة اللي ممكن نستخدمها؟ بص البنط التفريز كلها اللي هي البنط ال 90 او البنطه ال 120. الفي 90 او 120. تمام. بس طريقه الرسم بتاعته، طريقه الرسم لشغل الكلادنج ال 3 دي مش ال 2 دي. لو انا عندي شغل 3 دي احنا عاملين او ضفنا جزء مجاني في الدوره بتاعه الراينو فرنتشر اللي هي راينو الاساس. لو جينا هنا بصينا على الكورسز وبصينا على الدوره بتاعه الراينو الاساس، الدوره دي الاول كانت عباره عن 2 مديولز. لو انا قفلت ده كده عباره عن 3 مديول. كان مديول 1 و2، معلش المديول رقم 3 ده ما كانش موجود، احنا ضفناه للمشتركين اللي موجودين معانا قبل كده فور فري، حاجه اسمها 3 دي كلادنج فور سي ان سي. ازاي تعمل الواجهات ال 3 دي الكلادنج، ترسمها وبعد ما ترسمها تعمل لها افراد وتطلع الاوت لاين وتطلع الخطوط اللي البنطه بتاعت الفي هتمشي عليها عشان لما تتنيها تديك الشكل المطلوب. والحمد لله بعد ما عملناها ورفعناها بعديها بيوم، تعالى كده انا هوريك الجروب الحمد لله بتاع الدعم الفني اللي على الواتس. يعني ده جروب المشتركين، الناس بتقعد تتناقش فيه مع بعض. ماشي. في عميل بعد ما خلص على طول او بعد ما رفعت الكورس على طول، ده شغل المتدربين الحمد لله بيرفعوه دايما باستمرار. شايف الرسمه اللي قدامك دي؟ تمام. ده واحد باشمهندس محمود عيسى ما شاء الله خد الكورس اترفع من هنا بعدها بساعه. انا باشمهندس انا عملت مثال طبقته ونفذته على المكن وطلع معايا مظبوط 100%. تمام. حتى راسم لك او جايب لك شكل الظهر من جوه. يعني بص اهو ده الشكل بتاع التصميم، شايف الشكل عامل ازاي؟ حتى عامل له الشكل التقفيل من جوه. حلو. تمام. فطريقه رسمه بالشكل ده وافراده في كورس الراينو فرنتشر، طريقه البرمجه بتاعته في الارت كام. تمام. في حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل يا باشمهندس وليد. استاذ كريم، الكورس متوفر بشكل مجاني؟ الكورس موجود على المنصه مدفوع يا هندسه، والاسعار كلها موجوده على كل كورس. يعني انت لو دخلت على المنصه الكورس كامل موجود والاسعار بتاعته موجوده. يعني لو دخلت، لو انت بره مصر وحبيت تخش تشترك بتشترك على طول. يعني تخش هنا النرول ناو وتعمل هنا شراء للكورس نفسه او باي ناو على طول. لو على حسب بقى ارت كام ولا راينو يعني. فانت بتخش هنا وبتعمل عمليه تسجيل او اد تو كارت بس، وبتضيفه عندك في البطاقه وتبدا تدخل البيانات بتاعه الدفع. لو انت جوه مصر بتتواصل معايا عادي على الواتس وتبعت التحويل وبتخش تسجل وانا بعمل لك اكتيفيشن للكورس على طول، سواء بقى ارت كام او راينو. ممكن رابط
للموقع. انت موجود معانا على الجروب صح كده؟ على الجروب بتاع انا الواتس. دخلت من خلال قناة الواتساب. تمام من خلال على الواتساب مظبوط؟ تمام. هبعت لك الرابط بتاع الجروب على بتاع الموقع على الجروب دلوقتي. تمام ممكن نبعت لهم كلهم يا دكتور الرابط انا لكل هبعته على المجموعه. الجروب. ونبعت لهم كمان اوفر، يعني عشان لو حابين ياخدوا البرنامجين، لو اي حد حابب ياخد ال 2 دي وال 3 دي مع بعض ولا حاجه. فحضرتك يعني طبعا انا دبست حضرتك، انا عارف. ضميت الاثنين مع بعض. انا ضميت الاثنين مع آه. بعض كده. طب بصوا يا باشمهندسين، عشان الباشمهندس قال على موضوع الاوفر، اللي هيسجل في الدوره النهارده او بكره بتاع الارت كام هيكون له اوفر خصم. احنا اصلا عاملين خصم حاليا على الكورس اصلا على المنصه، وحاليا ب 5000 تقريبا. احنا بنتكلم في $100 تقريبا يعني. اللي هيسجل النهارده او بكره من على المنصه، انا هعدل سعر الكورس هخليه ب 4000، هيبقى في خصم 1000 جنيه على الكورس. في خصم 1000 جنيه على الدوره كلها. بدل 5000 هيكون ب 4000. هتتعدل النهارده دلوقتي، والعرض ده هينتهي ان شاء الله بكره بالليل. تمام؟ في حد عنده سؤال تاني؟ حط لنا لو في رقم انستا باي يا باشمهندس ولا حاجه برضو نقدر. في رقم انستا باي. احسن من التحويل يعني. هبعت لكم رقم انستا دلوقتي، او هبعت لكم كود التحويل على طول. اللي حابب يشترك ممكن يحول ويبعت لي سكرين على الواتس. ولا يا باشمهندس انا حولت وعايز اخش اشترك، تبعت لي على الواتس. ابعتهم كلهم يا دكتور بعد انا ما نخلص هبعت الرساله كلها واحده مره واحده وخلاص، يعني نبعت رساله. هبعت عشان الحاجات دي في كلها على ناس الجروب. في ناس بتاع ده استأذنتني قبل ما ندخل السيشن، طلبت ان هي ايه لسه تسمع الريكورد وهكذا. فاستاذنك معلش هتمد انا هنخلي الاوفر. العرض بكره. اما هو لسه في ناس هتسمع بكره اصلا، فايه عما يسمعوا الاوفر، فحتى بس عشان ما يحسوش ان هم ايه ضاع عليهم حاجه ولا حاجه. تمام يا هندسه. تمام، يعني هنخليه بس 48 ساعه. خلاص تمام، مفيش مشكله، لمده 48 ساعه. تمام، وانا اكد برضو عليهم على الجروب ان في اوفر في الاخر خالص بعد ما يسمعوا الريكورد. انا هكتب برضو كده. تمام ماشي يا دكتور. طيب في اي حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه للدكتور؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمد يا باشمهندس. اهلا بيك يا استاذ محمد. مشترك في الرأي مع حضرتك والجروس هوبر. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. الله يبارك في حضرتك. الله يعزك. بالنسبة للدعم الفني يا باشمهندس، مش المفروض الحياة بتنزل عن الكلادنج والدريسنج والمطابخ؟ حضرتك دي مش المفروض تنزل كورس شاملة ولا لا اشتراك جديد؟ لا، انت في انهي دوره يا هندسه؟ انت في الدبلومه الشامله اللي هي بتاعت ال 2 دي وال 3 دي؟ واخد كورس كامل راينو 2 دي و 3 دي وجروس هوبر. بص يا هندسه، انت شايف كده الشاشه عندي؟ بص يا هندسه، احنا عندنا مسارين في الراينو. في مسار اللي هو بتاع اللي انت واخدها او اللي انت مشترك فيها، اسمها راينو دبلومه، اللي هي دي. ايوه مظبوط. صح كده؟ مظبوط. تمام. احنا عاملين دوره جديده، دي معموله بقى لها سنه تقريبا، ومعانا دلوقتي الحمد لله تقريبا 103 مشترك. يعني معانا في الدوره الجديده دي 103 مشترك. الدوره الجديده دي هي اللي فيها شغل المطابخ والدريسنج، شغل المطابخ والدريسنج والكلادنج والكنب والسوفا. يعني دي اصلا دوره تانية غير الدوره الاولانيه. تمام مظبوط يا باشمهندس. تمام. في حد عنده سؤال تاني؟ كده تمام يا دكتور، تقدر حضرتك في حد رافع ايده؟ استاذ محمد العيوطي تقريبا، واستاذ حسين المحمد. استاذ حسين واستاذ محمد، اتفضلوا. اللي عامل رايزر يتفضل يسأل على طول.
باشمهندس محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير دكتور باشمهندس أحمد. بدي اتفضل يا هندسه. أسأل على دورة الراينو اللي حكيت عنها آخر شيء. اللي هي فيها الشغل الدريسنج والمطابخ والكنب الجلادي. أيوة تمام والكلادنج. مظبوط. تمام. تمام. ايه تكلفة الدوره هنا موجوده هي هندسه. التكلفه بتاعتها 5400. ماشي. ولو انت من داخل مصر انا بعت على الجروب اللينك. لينك الدفع بتاع انستا باي من سوريا. طيب مش عارف في سوريا عندكم الدفع بالماستر كارد ولا لا؟ والله لسه ما اتفعلت. لسه ما اتفعلتش. طيب لو في حد عندك معرفه في مصر، يعني انا بشوف بقى لو انت ليك حد يقدر من مصر يحول فبيحول واحنا بنسجلك على طول. حوالي تكون عن طريق في انستا باي، في فودافون كاش، في ويسترن يونيون، يعني دي كلها طرق لتحويل يعني. يمكن أنا مرة سألت الفودافون ممكن موجودين متوفى. هو في كذا حد من سوريا حول فودافون كاش، وفي حد تاني كان بيبقى ليه صديق مصري وبيحول انستا باي. على الدولار كام؟ بالدولار مش عارف، متهيألي 109 دولار او 108 دولار تقريبا هندسه، مش متذكر على حسب سعر الصرف كل يوم متغير يعني. هو بالمصري 5400 مع الحسم هيك. مع الايه؟ مع الحسم مع الاوفر اللي عملتوه ولا بدون؟ هو الاوفر اللي احنا عاملينه على الارت كام اللي هو كان محاضره النهارده. ايوه تمام. الله يجزيك الخير. الهندسه شوف لو في اي تفاصيل ابعت لي على الواتس، انا باعت على الجروب دلوقتي. لو في اي حاجه ابعت لي على الجروب، انا هتواصل معاك واوضح لحضرتك طرق الدفع. تمام ان شاء الله. تمام يا هندسه. كان في استاذ محمد العيوطي كان عايز يسال سؤال. استاذ حسين انت عايز تقول حاجه؟ لا تمام يا دكتور. لو في حاجة هم إن شاء الله يبعتوا إيه على الجروب، وإن شاء الله نأكد عليهم برسالة الأوفر، وهنفتح لكم الجروب يا جماعة. في اللي هو حسين الحامد وإيه أستاذ وحيدي، إحنا هنفتح الجروب عشان إيه لو حد حابب يسأل يبعت على الجروب على طول. نفتح لكم الجروب دلوقتي، وهننزل كمان الرسالة بتاعت الأوفر بعد ما الكل يسأل على الجروب ويقول لنا رأيه في السيشن. والاهم من ده كله، اهم من الريفيو والرساله، حابين نعرف منكم انتوا حابين ان احنا نعمل سيشنات تاني مجانيه وتكون ايه المواضيع بتاعتها، لان احنا ناويين ان شاء الله نخلي ايه موضوع السيشنات المجانيه بشكل مستمر، هنرفعها كمان على اليوتيوب كمان. فايه عايزين منكم السلام مواضيع عليكم مهندس. عليكم السلام. راح تقفل البث والله نقدر نطرح سؤال؟ نعم يا هندسه. نقدر نطرح سؤال ولا راح نكملوا البث؟ طيب تفضل يا هندسه. بمناسبة ارت كام سي ان سي عندنا واحد الموديل احنا نخدمه تو فيس. نعم. دقيقة بس. انت سامعني؟ انا سامعك يا هندسه. بتقول عندكم ايه؟
لا يا ربي ايش هذا. هي في موديل سي ان سي راوتر عندنا حنايا، انا نخدمو فاس واحدة، فاس الدوزيام، الفاس الدوزيام كيف نرسموها. معلش بس يا هندسه الصوت بس عند حضرتك، وحضرتك بتعمل دمج ما بين اللغه العربيه والفرنسيه. اسف. فاكيد حضرتك مغربي من الجزائر. من الجزائر. انت والجزائر والمغرب بيدمجوا العربي آه. والفرنساوي في النص. لا يمكن مكسر. فممكن تطرح سؤال تاني بس بالعربي. في العمل عندنا حنايا في السي ان سي، في السي ان سي تمام. تاع التروا اكس، نخدموا على في اللوحه الاماميه نخدموا على وجه واحد، اه فيس واحد. نحوس عندي كلاين يحوس يخدم فاس وجه برسمه، وكي نقلب الفايه تترسم، تتقطع فيكار، وكي نجي نصلحها باغ اكزومبل، ما ما تصلحناش، تجي الرسمه في جهه وتقطع في جهه، تجي مديكاليه، تجي كل شغل اوت عليه. يعني حنا نحاول انت حنا بتقول نحاول الوش رسمه والظهر رسمه. وفي الوجه رسمه، في الوجه الاخر تقطع نحت بالدائري، وساعات تقطع خاطرش، لانه الزبون يولي يضطر انه الوجه اللي رسمناه نعطيوه له كوبي، هو يروح يديروا بالبوفت الماشينه اللي انت عايز تدور تعمل فيها. شغلانه هتصب عليها بعد كده فايبر جلاس. ايوه فانت عايز تشتغل عشان لما يصب اللي هو ميل وفيميل، شغل ميل وفيميل. ايوه عادي هتعمل التصميم عادي، وبعد ما تخلصه بتيجي قلبه من الارت كام، في حاجه في اداه في الارت كام في 3 دي بيقلب التصميم من ميل لفيميل. لا، هي 2 دي، هي 2 دي مش 3 ولو دي. 2 دي عادي مفيش مشكله. نقول لك كيفاش ما نحاول نخدم العمله النقديه، منا رقم ومنا رسم، نحاول نخدموها هكذا برك. العمله الرقميه للدفع يعني ولا ايه؟ لا العمله النقديه المعدنيه، المعدنيه بالذات. اه يعني رسم شفت كيف المعدنيه. رسمه وتظهر تحت رقم هكذا. احنا نحاول نخدموا اه اللوحه تكون من الرسمه، ومن اللور كي نقلبوا الفايل الرقم. بس احنا كي نخدموا الخدمه هذه يجينا الرقم في جهه والرسمه في جهه، يجينا الوضع مديكالي. حبينا نصلحها ولينا لغينا انا بس الفكره نهائيا. طب بص يا هندسه عشان بس الصوره تبقى واضحه لي اكتر، لو حضرتك تصور لي صور او مجموعه من الصور من الحاجات دي وتبعتها لي على الواتس كصور، ممكن بعد المحاضره ممكن نقعد نتناقش فيها مع حضرتك وافيد حضرتك بشكل احسن من خلال الصور تبعتها لي، اقدر اقول لك لو في مشكله عندك نقدر نحلها مع بعض ان شاء الله. خلاص انا بعث لك باسكو يكون افضل يعني. لانه النت اصلا ما ضعيف حاليا. تمام. شكرا، بارك الله فيكم، مشكور. صح. العفو يا هندسه، تحت امرك. طيب دكتور، هو في حد كان بيسأل على الجروب بيقول في كورسات 3 دي ماكس متاحة؟ لا هو ما فيش كورسات حاليا 3 دي ماكس متاحه، لكن الكورس اللي هو موجود عندنا بتاعه الراينو للاساس، الراينو فرنتشر، اللي هو الكورس معلش دبلومه الراينو الاولانيه، ده يغنيك عن الماكس. طيب تمام، هي كانت يعني بعتت دبلومه على الراينو ده الكورس بتاع هي دبلومه بعتت على الراينو الجروب. ده فيه كل اللي انت محتاجه، يغنيك عن الماكس خالص، شغل القايمه كله هنا. تمام ماشي. هي كانت بعتت على الجروب، ممكن حضرتك احنا نختم السيشن وحضرتك ترد عليها على الجروب بإذن الله تعالى. بس حبيت اكرم. نعم. تمام طيب. حضرتك هتضيف أي حاجة قبل ما نختم؟ لا انا قلت اللي عندي، لو في حد عنده سؤال قبل ما نختم ممكن ناخد سؤال واحد بس.
لو ما فيش خلاص يعني. خلاص اعتقد كده الدنيا تمام. ان شاء الله هي السيشن مسجله، وان شاء الله نشاركها مع حضراتكم. في الغالب هي عم بتترفع على جوجل درايف، بتاخد يوم، فان شاء الله على بكره او بعده هنشاركها معاكم باذن الله، في الغالب بكره يعني باذن الله تعالى. حابب اشكر حضراتكم على الوقت اللي انتوا اديتوه لنا، ان انتوا كنتوا موجودين معانا. ولو في حد حابب ان هو ياخد سيشن مجانيه في حاجه او موضوع عليه طلب وله اهميه كبيره، يا ريت يكتب لنا على الجروب، واحنا طبعا عيوننا لحضراتكم طبعا في اي حاجه. شكرا لكم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.